قبل ما نبدأ بقى النهاردة حكايتنا محدش ينسى يصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومحدش ينسى يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بتبدأ الحكاية لما بتقابل شيا لينج عراف وبيقول لها ده الكارت بتاعي وانا مبسوط اني قابلتك النهاردة. بتبص شيا في الكارت وبتقول له انا ما عنديش وقت لخداع العرافين ده، وانا مش مهتم ابدا باللي انت بتقوله، وبترمي الكارت بتاع العراف. في الوقت نفسه بيجي دليفري وبيخبطها وبتوقع كل الاوراق اللي معاها، لكن الشاب بيقول لها بغضب انت غبيه وكل الاكلات باظت وانت لازم تدفعي ثمنهم. فبترد عليه وهي غضبانه وبتقول له الاشاره كانت خضراء وانت اللي خبطتني، لكن بتبص على الاشاره وبتلاقيها حمراء، فبتصرخ وبتقول له كل ده بسبب العراف. لكن الشاب بيقول لها انت مديونالي بثمن الوجبات ولازم تدفعي حقهم حالا. فشيا بتدفع ثمن الاكل والشاب بيمشي، وبتحاول شيا تهدي من نفسها وبتقول لنفسها انا لازم اركز علشان مقابلات الشغل. بتدخل شيا اول مقابله وبتعرف نفسها، لكن الراجل اللي في المقابله بيكون مش مهتم باللي هي بتقوله. لكن شيا بتكمل مقابلاتها التانية والتالتة والكل بيبقى على نفس الشكل. شيا بتدخل الحمام وهي بتنهار وبتسمع كلام اتنين من الموظفين اللي موجودين في مقابلات الخريجين الجدد، وهما بيقولوا ان الطلاب الجدد مش واقعيين زي اللي كاتبينه في سيرتهم الذاتيه. وبترجع شيا البيت وهي يائسه جدا من اللي حصل. وفي الوقت ده بتيجي رساله ليها ان في مقابله شغل حالا. بتروح شيا وهي سعيده جدا، وبتلاقي شيا نفسها ماشيه في طريق غريب ما شافتهوش قبل كده، وبتدخل بوابه سحريه وساعتها الكارت بتاع العراف بيلمع اول ما بتعدي. وبتقول لنفسها ايه الطريق ده وايه شارع ركشاسه انا عمري ما سمعت عنه قبل كده، وايه اساسا الشركه اللي هتبقى موجوده في مكان زي ده. وفجاه بتصرخ وبتقول فعلا انا غبيه، اكيد دي شركه لتجار البشر او تجار الاعضاء. وبتحاول تهرب من المكان لكن بيظهر قدامها شبح شرير وبيحاول يقتلها. في نفس المكان ده كان عايش نفس الشاب الدليفري اللي خبطها بالموتوسيكل، وهو كان قاعد بيصلح الموتوسيكل بتاعه وبيروح لاخوه الاصغر شيو وبيقول له اسمع كده. فبيقول له كاو ده الظاهر ان ده تجمع للاشباح الموتى. بيلاقي كاو شيا وهي بتجري من الاشباح والاشباح بتجري وراها، فبيروحوا ينقذوا البت من الاشباح في اخر لحظه. وبيهجم كاو على الاشباح بكل قوه ومهاره وبيقدر يتغلب عليهم بكل سهوله. بتكون شيا في حاله دهشه وجنبها الولد الصغير اللي بيقول لها انت انسانه عاديه، انت ازاي دخلت هنا؟ دي بوابه جحيم المسؤوله عن حفظ الامن فيه علشان الاموات ما يخرجوش لعالم البشر ولا البشر يدخلوا للعالم ده. وبتكشف شيا ان الجنرال هو الديليفري اللي خبطها. ساعتها كاو بيقول لها انت نفس الغبيه اللي قابلتها الصبح، ايه اللي جابك هنا؟ لكن فجاه بيبص وراه وبيلاقي شبح من الاموات شرير وضخم، وبيقول له الشبح انا كنت جنرال لما كنت حي واحنا اتجمعنا علشان نستولى على شارع ركشاسه، وبيقول له الشارع ده ملكي انا وانت هتموت حالا. وبتبدا المعركه بين الجنرال والشبح بقوه وبشراسه منهم الاتنين، لكن الشبح بيقدر يتحد مع تعبان عملاق وبيضرب الجنرال بقوه شديده. وبيقع الجنرال وبيقول للشبح التعبان اقتل الواد الصغير والبيت وخلاص شارع ركشاسه بقى ملكي انا. بنلاقي ولد صغير بيسمع صوت بكاء اخوه وبيدخل بسرعه علشان يشوفه، وبيسمع ابوه الجنرال وهو بيقول لامه ان الولد ده ما عندوش اي قوه روحيه ولا جواه حارس خاص والولد ده طبيعي. وبيقرب كاو من اخوه الاصغر وبيلمسه وبيمسك الطفل ايده وبيحسوا برابطه الاخوات بينهم. بياخد الجنرال ابنه عند الشجره المقدسه وبيقول لابوه انت خلاص بقيت اخ ومسؤول عن حمايه اخوك ورعايته. فبيساله كاو يعني ايه مسؤوليه؟ بياخد الاب ابنه وبيقول له احنا زرعنا شجره البغوده دي من زمان جدا وعلقنا عليها اسامي عيلتنا اللي حموا شارع ركشاسه من زمان بحب، لان الحب هو اكبر مسؤوليه. بيرد كاو وبيقول له طبعا اكيد وعد مني ان احمي عيلتي. بيجي الليل وبتقول الام لزوجها ان في رساله جت من الشرطي، فبيقول لها ان في مشكله واحنا لازم نمشي دلوقتي. وبيطلع النهار والاب والام بيكونوا لسه مجوش، وبيصرخ الطفل من الجوع وبيحاول الاخ الاكبر منه ان هو يهتم باخوه الاصغر وبيحضر له الاكل، والاب والام لسه ما رجعوش. لكن كاو مش بييأس وكان بيقول لاخوه ان دايما اكيد هيرجعوا قريب. وفي يوم من الايام بيصحى كاو على صوت بره البيت، وكان في جنرال غريب جديد اختاروه لشارع ركشاسه بعد ما اختفى ابوه وامه. وبيجي البيت العراف جيوفو وقال له البيت ده كان ساكن فيه الجنرال وزوجته اللي حكم الشارع ده قبلك وكان حافظ على الامن فيه، وارجو انك تكون زيه. وبيفرح الجنرال الجديد وبيقول لنفسه اخيرا انا بقيت حاكم شارع ركشاسه المقدس. لكن بيتفاجئ بكاو وراه فبيضربوا الجنرال الجديد بقوه وبيوقعوا على الارض وبيقول له انا الجنرال الجديد. بيصرخ كاو وبيقول له والدي هو الجنرال. فبيغضب الجنرال وبيستدعي حارسه العملاق وبيأمره ان هو يرمي الولد ده، لكن الحارس بيقول له ان الولد ده عنده قوه روحيه وكمان حارس خاص. فبيضحك الجنرال وبيقول له هو تسو كان ابوه، لكن
لكن للأسف هو محدش عارف هم راحوا فين. فبيقول له كاو لأ، بابا وماما بيحبوني وإحنا مسؤوليتهم. وفي اللحظة دي بيصرخ الطفل الرضيع وبيكتشف وجود أخ تاني بس بشري عادي. فبيقول الجنرال الجديد معقول تسو يخلف ولد عديم النفع، وبيأمر الحارس إن هو يرميه بره شارع راكشاسا. فبيصرخ كاو وبيرفض إن هو يسيب أخوه. فبيقول الجنرال إن راكشاسا مش ممكن يعيش فيه بشر وإن مكانه مش هنا. فبيقول له كاو بس ده صغير جدا ولو راح لعالم البشر هيموت من الجوع. بس الجنرال بيفرق بين الإخوات وبيحبس كاو. وبيوصل الجنرال والحارس الخاص للبوابة، لكن كاو بيظهر وبيجري وبيخطف أخوه الأصغر من إيد الحارس وبيقول له ما تلمس أخويا أبدا. فبيستغرب الجنرال وبيقول له أنت خرجت إزاي؟ وبيشوف الجنرال إن كاو حرق البيت علشان يقدر يخرج. فالجنرال بيقول له أنت لازم تختار كويس وتفهم إنك لو خرجت من الرخوم وبقيت في عالم البشر مش هتعرف تحمي نفسك، والسبب اللي مخليني متمسك بيك هي قوتك والحارس اللي موجود جواك، ولو انت اجتهدت ممكن تروح جزيرة الموتى وتتعلم تتحكم في الحارس الخاص بيك هناك، وممكن تبقى جنرال في واحد من شوارع ريكون في يوم من الأيام، لكن لو خرجت هتموت انت واخوك. لكن كاو بيقرر ان هو ما يسيبش اخوه وبيخرج بيه لعالم البشر. وبتصحى شيا وهي بتصرخ من الكابوس اللي كانت بتحلم بيه وبتقول كل ده كان مجرد حلم، لكن بتكتشف انها حقيقة. فبتصرخ وبتقول لا انا بجد في عالم الجحيم ودي حقيقة مش حلم. وبيقول لها كاو خليني اقول لك الحقيقة، انت في منطقة انتقالية بين عالم الارواح وعالم البشر، والشارع اللي انت فيه ده اسمه شارع ريكوم بيتجمع فيه الارواح اللي لسه ما وصلتش لخلاصها. وبيقول لها ما تقلقيش انت مش ميتة، لكن دخلت هنا ازاي؟ لكن اخوه الاصغر بيلاقي بين اوراقها كارت جيوف العراف. فبيقول لاخوه كاو، وكاو بيقول لها انت علاقتك ايه بالراجل ده؟ بتبص شيا في الكارت وبتقول له انا معرفوش، ده العراف اللي كان بيكلمني لما انت خبطتني في الشارع. وبتوري له الرسالة اللي لقيتها على التليفون وبتقول له الرسالة دي اللي جابتني هنا. بيبص الجنرال واخوه للرسالة وبيقول لاخوه دي رسالة فيها قوة نفسية، دي اكيد من شغل جيوفو، بس الرسالة دي محتاجة قوة روحية كبيرة علشان تقدري تقرأيها، وانا مش حاسس انها تمتلك اي قوة نفسية او حارس خاص. وبيقول لها كاو تعالي ارجعك لبيتك. وشيا بتركب وراه وبتشوف المكان، وشيا بتقول له هو كل اللي حوالينا دول ارواح؟ فبيقول لها ايوه ارواح، لكن الجنرالات محرم عليها الدخول لمنطقة الاشباح، لكن نقدر ندير الارواح في منطقة الريكوم. فبتقول له ايوه طب وبالنسبة للروح العملاقة اللي كانت بتحارب معاك من شوية دي ايه؟ فبيستدعي كاو الحارس الشخصي بتاعه وبيعرفه بيها، وبتتخض شيا من الحارس الشخصي. وبيقول لها كاو بنج ده الحارس الشخصي ليا كان محارب نمر في فترة الممالك الثلاثة وكان اسمه هوس النمر. فبتسأله شيا هم ايه المضيفين الروحانيين دول؟ فبيقول لها كاو دول بشر ليهم قوة نفسية وحراس شخصيين، لكن فجأة في الوقت ده بيظهر أشباح شريرة كتير وبتخاف شيا. لكن كاو بيقول لها امسكي كويس إذا كنت حابة نخرج من هنا. وبيخرج كاو وشيا من مكان ضيق وبيهربوا من الأشباح، لكنها بتصرخ وبتقول له حاسب أنت هتدخل في حيط. لكن كاو وشيا بيمروا لعالم البشر وبيوصلها للبيت، وشيا بتسأله عن جيوف العراف وبيقول لها إن واحد من الشرطة بيروح عالم البشر ويدور على الأشخاص المضيفين الروحانيين. فبتقول له ده معناه إن أنا مضيف روحاني. فقال لها أعتقد كده زي إنك تقدري تقرأي كلمات محدش غيرك هيشوفها، وزي الشعور بالبرد أو تكرار الأحلام المزعجة والغير مفهومة. وعلى كل حال ما تجيش شارع راكشاسا تاني، أنا مش عاوز يبقى لي علاقة بجيوفو، وراكشاسا هي منطقتي وأنا قائدها. وبيسيبها وبيمشي. بتبدأ الأحداث بالرجوع للطفل كاو وهو صغير ومعاه أخوه الرضيع بعد ما بيخرجوا من شارع راكشاسا وبقوا في عالم البشر. وبيكون في اتنين من العمال اللي شغالين في محل للأكل بيشوفوا كاو وهو بيسرق اللبن لأخوه الصغير، وبيحاول واحد منهم إن هو يمسكه لكن كاو بيهرب منه. وبيروح واحد من العمال تحت الجسر وبيلاقي معاه أخوه الصغير اللي بيكون قاعد بيشرب اللبن وبيقول له أهلا أنا آتا. لكن كاو بيضربه وبيحاول يهرب منه هو وأخوه، لكن آتا بيقول له ما تخافش أنا مش جاي أمسكك، أنا ما أعتقدش إن سرقة البضاعة اللي بيرموها الناس تبقى سرقة أساسا. وبيعرض عليه إن هو يوفر ليهم مكان فيه أكل وهدوم ويوفر لهم الراحة لأنهم مش هيقدروا يعيشوا تحت الجسر للأبد ومش هيستحملوا البرد والتلج. لكن بيرفض كاو إن هو يبعد عن شارع راكشاسا وبيعانوا الأخين كتير. لكن في يوم من الأيام بيمرض أخوه جدا وبيجري كاو على الدكتور علشان يعالجه، لكن الدكتور بيقول له لازم حد كبير يجي علشان يدفع الفلوس. ولما كاو ما بيلاقيش حد بيساعدهم بيجري على العالم أتا وبيقول له أرجوك ساعدني، ودينا على المكان اللي هيوفر لنا الأكل والهدوم، أنا لازم أنقذ أخويا وإلا هيموت من البرد الشديد. فبياخدهم لمكان بعيد جدا وكاو بيكون حزين جدا لأنه مضطر إن هو يبعد عن شارع راكشاسا علشان ينقذ أخوه الصغير. وبتوديه لست
بتضيفه وتوفر له الهدوم والأكل السخن، لكن كاو بيفضل يسأل عن أخوه هو فين، وبيتسحب كاو وبيسمع أتا والراجل صاحب البيت وهو بيدي فلوس للعامل أتا وبيقول له اتخلص من الصغير ده، وبيقول له إن هو مش هيخف وإن هو مش هينفعني. فبيدخل كاو وبيقول لهم انتوا بتتكلموا عن مين وفين أخويا، واحنا مش ملكك علشان تبيعنا. لكن بيسيبه قتل صاحب البيت وبياخد الأخ الأصغر وبيرميه في صندوق الزبالة، وكاو بيفضل يصرخ وبيقول لصاحب البيت أرجوك انقذ أخويا، ورغم إن الراجل بيربطه بالحبل وبيعذبه وبيضربه بشدة علشان يسكت ويطيعه، بيفكر ساعتها في وعده لأبوه إن هو يحمي أخوه دايما. وفي الوقت ده بيتحول كاو وبيخرج من جواه قوة على شكل شبح وبيهجم بيها على الراجل والست صحاب البيت، وبيتحرر من الحبل وبيجري يهجم على أتا في الشارع، وبيروح مع الشبح على الدكتور وبيقول له عالج أخويا حالا وأنا اللي هدفع الفلوس. في المستشفى بيسأل كاو الشبح وبيقول له أنت مين؟ فبيرد الحارس سجن وبيقول له حارس عائلة كاو، وبيبص كاو لأخوه وبيقول له أقسم لك إن هحميك دايما. والحارس بيركع عليه وبيقول له أنا تحت أمرك يا سيدي دايما. بترجع شيا البيت وهي بتفكر في كل اللي حصل وبتفكر في كلام كاو عن إنها ليها حارس وإنها من المضيفين الروحانيين، وبتقف قدام المراية وبتحاول تستدعي الروح الخاصة بيها بكل الطرق اللي شافتها في الأفلام، وبتقول ساعتها لنفسها أنا لازم أنسى الموضوع ده وأركز على الشغل، أنا إنسانة طبيعية وأكيد في سوء فهم، وأنا لازم يبقى عندي شغل وحبيب ويكون عندي أولاد أهتم بيهم وأكبرهم ويبدأوا هما كمان مسيرتهم. وبتروح شيا لمقابلة الشغل وبتقدر تحصل على وظيفة وبتتفق على بداية الشغل من بكرة، وبترجع شيا لبيتها وهي فرحانة جدا ومتحمسة، لكن بتلاقي كارت جيوفو قدامها فبترميه وبتقول انت كمان مفيش داعي منك، انا مكاني هنا. والكارت بيطير وبيروح قدام روبوت وبيقول تقرير لسيده ان في اشارة من وجود روح حارسة قوية جدا غير مستقرة، فبيقول له سيده حدد الهدف بدقة واياك تفشل في المهمة. وفي الوقت اللي كانت بتستعد شيا لأول يوم عمل ليها بيهجم الروبوت عليها وبيمسكها من رقبتها وبيقول في روح حارسة جواكي. وفي الوقت ده بيظهر جيوفو بيدمر الروبوت وبتختفي الشاشة عند السيد الشرير. في الوقت ده بتتفاجئ شيا بجيوفو وبيقول لها انك عندك روح حارسة قوية جدا وفي منظمة اسمها المملكة عايزة تاخدها منك بأي شكل ولازم تروحي على شارع راكشاسا حالا. وفي الوقت ده بيهجم عليهم روبوتات كتير ولكن جيوفو بيقول لها هربي وبيتصدى للروبوتات، لكن الروبوتات بتحوطها من كل حتة وبتجري شيا على السلم وبتطلع للسطح، لكنها بتتفاجئ ان الروبوتات بتطلع لها من على جدران البيت وبتكسر الباب وبتحوطها من كل اتجاه، وبيساعدها جيوفو على الهروب لكن فجأة بتخبطها عربية نقل ضخمة جدا. لكن الغريب ان العربية بتتقلب من فوقيها وهي مش بيحصل ليها اي حاجة، والناس مستغربة وبيقولوا لها ايه اللي قلب العربية دي كلها. وبتكون شيا قاعدة في مكانها وما اتحركتش ووراها جيوفو وبتقول دي ظهرت روح الحارسة، وبيكون السيد الشرير متابع كل ده على الشاشات قدامه وبيضحك وبيقول انا كنت على حق ظهرت الروح الحارسة. وبيظهر كاو مع اخوه في مأوى ليهم تحت جسر راكشاسا وبيغني له اغنية علشان ينام، فبيسأل اخوه الصغير انت ليه دايما بتغني لي الاغنية دي، وبيقول له كاو لان امنا دايما كانت بتغنيها لي وانا صغير. وبيقول له كاو يا ريت كنت اقدر اشوف بيتنا اللي انت دايما بتحكي لي عنه، فبيقول له كاو لو انت حابب نرجع ممكن، لكن الحارس الخاص لكاو بيقول له ان في خطر عليهم، لكن كاو بيقول له يمكن بابا وماما يكونوا رجعوا وما يعرفوش اننا في عالم البشر، احنا لازم نرجع راكشاسا تاني. وبيرجع كاو واخوه لشارع راكشاسا بعد 4 سنين وبيدخلوا لكن بيلاقوا الشارع مهدوم تماما ومتدمر، وفجأة بيلاقوا روح شريرة بتجري ورا روح طيبة وبيستخبى كاو واخوه وبيظهر الحارس يوجين وبيقول له احنا لازم نخرج الموضوع بقى خطير هنا. وفي الوقت ده بتظهر شجاعة الاخ الاصغر لما بيحدف حجر على الروح الشريرة، فبيأمر كاو الحارس ان هو يتصدى لهجوم الروح الشريرة وبينقذ اخوه وبيقول له اياك تعمل كده تاني، وبيساعد كاو يوجين وبيهزموا الشبح الشرير. وبيشوفوهم كل الارواح اللي بتتعذب في شارع راكشاسا وبيسألوا مين ده، يمكن يكون الجنرال تسو رجع، لكن بيتفاجئوا ان ده ولد صغير ومعاه الحارس الخاص بيه، وبيوصل الخبر للجنرال اللي بيعرف ده مين وبيقول لباقي الاشباح ان صديقنا رجع تاني واستعدوا علشان اسلم الولد لجيوفو واكيد هاخد مكافأة على الولد ده. وبيدوروا الاشباح الشريرة على كاو في كل مكان وبيبلغوا الارواح اللي موجودة في الشارع ان تم اختراق الشارع من بشري وده بيخالف لوائح المجلس الاعلى للارواح، وكل اللي هيساعدهم هيتعاقب بشدة في وجود كل التعذيب. في الوقت ده بيوصل كاو واخوه للبوابة علشان يخرجوا، لكن الاخ الاصغر بيطلب من كاو ان هو يساعد الارواح الضعيفة دي واللي بتتعذب هنا، لكن كاو بيقول له اللي اعرفه ان الشارع ده مقبرة شارع راكشاسا وانا مسؤول بس عن حمايتك والوضع هنا بقى
بقى خطير جدا واحنا لازم نمشي، لكن بيحوطوهم الاشباح الشريره وبتمنع خروجهم. وبيظهر الجنرال اللي بيقول له واضح انك قدرت تظهر الروح الحارس الخاص بيك، انا مبسوط انك عملت كده في السن الصغير ده، واكيد ده اللي حماك في عالم البشر واكيد خلاك مغرور، لكن للاسف انا هسلمك لجيوفو وللمجلس اللي هيكافئني على تسليمك. لكن كاو بيقول له انك مش هتقدر تمسكني وان الحارس الخاص بيا هيحميني. لكن الجنرال بيستدعي الحارس ين شينج، وساعتها بيقول الحارس سوجين لكاو ان الجنرال ده عنده روح قويه للغايه، وبيأمر الجنرال الحارس ان هو يهزم يوجين، وفعلا بيهجم عليه وبيقدر يهزمه. فبيقول له يوجين اسف يا سيدي دي كانت غلطتي، وبيمسك الجنرال كاو وبيضحك الجنرال وبيقول له انت ساذج وانا بستمتع بتحطيم احلام الاخرين. واحب اقول لك من فتره قريبه ان مجلس الارواح بعت اسم راجل لانه ارتكب جرائم كتير، ومنها ان هو متهم بقتل الجنرال تسو وزوجته، يعني كده باباك ومامتك ماتوا. وبيسلموا الجنرال لجيوفو وبيقول له جيوفو انا هاخد الاخ الاكبر لجزيره الاموات وانت تدور على الاخ التاني واتخلص منه لعالم البشر. فبيؤمر الجنرال لويان ان هو يدور على الاخ الاصغر ويخرجه لعالم البشر، وبيقول له ان هو لسه اكيد جوه ركشاسه ومش هيخرج من غير اخوه. وكل الوقت ده وكانت الروح الطيبه اللي انقذت اخوه الصغير واخدته وخبته من الاشباح الشريره اللي بتدور عليه في ركشاسه. بترجع شيا لشارع ركشاسه بعد ما هربت من هجوم الروبوتات عليها، وبيدخلهم اخو كاو الصغير وبيقدم ليهم الشاي. ووقتها شيا بتقول له انت انسان لطيف ومؤدب غير اخوك تماما. وفي الوقت ده بيدخل كاو وبيسمعها، وبيحاول جيوفو يقول له ان شيا عندها روح حارسه وانا طالب منك انك تدربها علشان تقدر تسيطر على الروح دي، وده بحق الصداقه اللي ما بيننا. لكن كاو بيرفض وبيقول له ان مفيش صداقه بيننا علشان انفذ لك طلبك. لكن جيوفو بيقول له انت عارف القوانين في جزيره الاموات وانها كبرت وما ينفعش تتدرب هناك، وان ده طلب مجلس الارواح اللي خلاك جنرال على ركشاسه. لكنه بيرفض وبيقول ان مستواها العقلي اقل من انها تنجح في التدريب. فبيقول له جيوفو طيب هي لازم تفضل في ركشاسه لفتره لان منظمه المملكه بتطاردها وده المكان الامن ليها حاليا. بيتعجب كاو واخوه وبيقول له خلاص انا محتاج خدامه تعمل مهامي للبيت علشان اتفرغ للشغل وحمايه شارع ركشاسه. وبيقبل جيوفو انها تبقى خدامه عند كاو وبيمشي، وبيسيء كاو معاملتها جدا. وفي يوم بيطلب منها كاو انها تروح توصل الطلبات، لكن اخوه بيقول له انها مش هينفع تخرج بسبب مطاردة المنظمة ليها. وبتغضب شيا وبتقول له انا ممكن ادفع لك ايجار بدل الاهانة دي. وبيوافق كاو وبيطلب 100 يوان، لكن شيا بتدفع 200 يوان مقابل ان هو يخدمها، وينقلب الحال ويبقى كاو هو اللي بيخدمها. وفي يوم بيقول له اخوه الاصغر انت مش قلقان ان المنظمة دي ما تهجمش على ركشاسة رغم انها اكيد عارفة انها هنا؟ لكن كاو بيقول له ان ركشاسة فيه نظام دفاعي قوي جدا وصعب اختراقه. وبيجي جيوفو وبيسأله كاو ليه المنظمة دي بتطارد شيا، وبيقول له لانهم عاوزين الحارس الخاص بيها وبالاخص الاكسير اللي مع الحارس، لان الاكسير ده بيعيد احياء الموتى واظن انك عندك شخص عزيز عايز ترجعه. بتصحى شيا وبترن الجرس وبتنادي على كاو علشان يجي، لكنه مش بيرد. وبتخرج من البيت بتلاقيه قدام شجرة الباغودة وبيقول لها خلاص اللعبة خلصت اجهزي للتدريب. في جزيرة الاموات مكان التدريب الخاص بالمضيفين الروحانيين، في حراس ومدربين واطفال من مستويات روحية مختلفة بيدربوهم على القدرة على السيطرة على انفسهم وعلاقة الروح والجسد والعقل ببعض للحصول على القوة، وبيدوهم تدريبات صعبة للغاية علشان يبقوا اقوياء، وبيقولوا لهم ان قوتهم الخاصة هي اللي هيمتلكها الحارس. في نفس الوقت بترن الاجراس وبيقول لهم المدرب استريحوا شوية علشان الدفعة الجديدة وصلت، لكن الطلاب بيتراهنوا ما بينهم على الطلاب الجدد، من فيهم هيبكي ومن فيهم هيحاول الهروب من هنا. بيستقبلهم الجنرال المسؤول عن الجزيرة وبيحاول جيوفو يفهم الجنرال ان كاو هو ابن الجنرال تسو، لكن الجنرال المسؤول بيقول له مفيش تمييز هنا والكل لازم يجتهد ويبذل مجهود لتحقيق الغاية من التدريب. وبيقول الجنرال للاولاد احب اعرفكم ان مفيش طريق للخروج من جزيرة الاموات الا بطريقتين بس، والاول انك تتدرب وتجتهد وتقدر تبقى جنرال، والتانية انك تفضل هنا لغاية ما يبقى عندك 18 سنة وبعدين نمحي ذكرياتك ونخرجك لعالم البشر وتعيش فيه. في الوقت ده بيظهر الغضب على كاو وبينط في بحر جزيرة الأموات علشان يهرب من المكان. فبيقول للجنرال نسيت أقول لكم إن البحر ده ليه طبيعة خاصة ولو حد وقع فيه بيفضل ينجذب للقاع وبيغرق ولا يمكن ينجح حتى لو كان أشطر سباح في العالم. وبيخرج الجنرال كاو من البحر وبيقول لهم أتمنى تعيشوا طفولة سعيدة في الجزيرة. بيستعدوا الطلاب الجدد للتدريب، لكن في شوية طلاب حلوين كده بييجوا يوقفوا كاو وبيقولوا له بما إنك بتحاول تهرب إحنا هنساعدك ونقول لك إزاي تهرب، إحنا هنضربك لغاية ما تموت وساعتها روحك هتخرج من المكان. وبيضحكوا، لكن كاو بيحاول يستدعي يوجين الحارس الخاص بيه لكن بيفشل.
فبيضحكوا عليه وبيقولوا له ان الجزيره محاطه بنوع غريب من الاحجار بتمنع الحارس الخاص، لكن بيظهر ليو وبيقول لهم انتوا هتطردوا من المكان هنا، وبما انكم كبرتم فغالبا هيمحوا ذكرياتكم ويطردوكوا لعالم البشر. وبيهجم عليهم ليو وبيظهر حارس وبيخافوا الاولاد وبيقولوا عليه ان هو ملعون وبيهربوا من قدامه، وممكن تقول لي ليو او لوبي واقدر اخرجك من هنا. لكن كاو بيقول له انا ههرب ازاي؟ بيقول له ليو تعالى معايا هنطلع على اعلى برج في جزيره الاموات وننط في البحر. فبيساله كاو انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ بيقول له ليو لا، بس مادام قررت انك تعمل اي حاجه في سبيل انك تخرج من هنا يبقى لازم تطلع البرج. وبيطلع ليو كاو البرج وبيساله انت ليه عايز تهرب من هنا؟ وبيقول له كاو ان اخوه موجود في مكان خطير جدا وان هو لازم يخرج من هنا والا هيموت. بيطلعوا على السطح وليو بيشرح لكاو بسرعه سر البحر في جزيره الاموات، وان هو كل ما ينط من على ارتفاع اعلى هيقدر يوصل للقاع بسرعه قبل ما يغرق، ولما يوصل للقاع هيلاقي السطح العالم خارجي. فبيقول له كاو انت قصدك ان الجزيره دي مقلوبه؟ بيقول له ليو لا طبعا، بس دي نظريه ممكن تجربها، اما نجحت وهربت واما فشلت وغرق. وبيبلغ الحراس الجنرال المسؤول عن هروب كاو من الجزيره وبيقول له دي اول محاوله هروب ناجحه في جزيره الاموات، واكتموا عن الامر وما تخلوش اي حد يعرف اي حاجه. بيبدا كاو التدريب مع شيا وبيكون يائس منها تماما، وبيقول لها انت بتستمدي قوتك من قلبك وارادتك في الرغبه في النجاح، ولو واظبتي على التمرين هتنجحي، واكيد لازم تكون ارادتك اقوى من كده. وبيستمر معاها في التمارين الشاقه والقاسيه جدا والمؤلمه. بترجع شيا للبيت وبتقول لشين الصغير انا تعبت جدا في التدريب، يا ريت لو فضلت خدامه. بيقول لها شيون انا عارف ان اخويا بيقسي عليكي في التدريب، لكن كل ده لمصلحتك وده حال التدريب عاده. فبيقول لها شيون ما تقلقيش التدريبات دي ليها كتب كونج فو مقدسه وبيديها الكتاب. بتتفاجئ شيا لما بتشوف الكتب وبتبعت لجيوفو وهي في قمه غضبها. بيجي جيوفو بيقول لها في ايه؟ بتقول له شفت الكتب اللي بيدربني منها دي كتب مانجا. بيقول لها جيوفو ان اي مدرب ليه طريقته الخاصه، وبعدين انا لازم امشي دلوقتي علشان بدور على متهم هارب من مجلس الارواح ومطلوب ضروري. بيساله كاو عن المتهم ده، فبيقول له جيوفو ان مفيش اي معلومه اكيده عنه، بس حواليه شائعات كتير وكل اللي متاكدين منه ان اسمه لو. بيعرفوا الاخرين ان ده نفس الشخص اللي متهم بقتل ابوهم وامهم. وبيقول شيون لشيا انت لازم تركزي على تدريبك دلوقتي. فبيرد كاو عليه وبيقول له ملوش لازمه التدريب معاها، الانسان اللي مش مؤمن بقوه القلب عمره ما هيقدر يستدعي روح الحارسه. وبيمشي وهو غضبان جدا. وبيجي الليل وشيا بتفكر في سبب غضب كاو، وفجاه بتسمع صوت انفجار فبتخرج شيا وبتسالهم ايه ده. بيرد شيون عليها وبيقول لها دي مجموعه من الاشباح الشريره. بيقول لها تعالي معانا لان ده جزء من تدريبك، لكن كاو بيرفض، لكن شيا مش بتسمع كلامه وبتروح وراهم. وبيوصل كاو واخوه ومعاهم توشيتشو وبيتصدوا للاشباح بقوه. وبيقول شيون لكاو انا قلقان من هجوم الاشباح الاشرار كل يوم في مناطق مختلفه، وعددهم بتزيد وقوتهم كمان. الاشباح دي بتدرس قوه النظام الدفاعي لراكشاسا وقدرتنا القتاليه كمان. بتوصل شيا لمكان المعركه وبيشوفها شيون وبتقول له كنت عايزه اشوف شكل المعركه وقوه كاو وحارسه الخاص. فبيقول لها ان اخويا ما كانش في القوه دي زمان ولا حتى توشيتشو الحارس الخاص بيه، اخويا بقى بالقوه دي لما بطل يعتمد على الاخرين، ساعتها بس قوته الحقيقيه ظهرت، وده من قوه قلبه واستمراره في التدريب وايمانه بنفسه واللي بيقولوا له عليها العبقريه. كل ده وشيا بتشوف شجاعه شيون الانسان العادي اللي ما عندوش روح مضيفه لكنه بيمتلك قلب شجاع وكفايه انها تخليه بطل زي اخ. بترجع شيا التدريب مع كاو بس المره دي بايمانها بنفسها وبعزيمها وبقوه قلبها. وبيقول لها كاو انت مستعده دلوقتي لاستدعاء الروح الحارس الخاص بيكي. بيستمر الوضع في شارع الركشاسه على نفس الحال، الاشباح الشريره مستعبده الارواح الطيبه ومسخرهم لخدمتها وبيشوفوا اشد العذاب، وعلشان كده الارواح الطيبه بتتحول مع التعذيب لارواح شريره بتخدم سيدها الجنرال لو. وبيأمر الجنرال لو الارواح الشريره تقاتل بعضها، واللي هيفضل منهم هيكون هو البطل اللي هيضمه لجيشه. لكن الشبح بيهجم على الجنرال فبيستدعي الجنرال يانشينج حارسه الخاص اللي بيتصدى للشبح وبيخليه يخضع للجنرال لو. وبيقول يانشينج الحارس الخاص لسيده ان الاشباح الشريره بتزداد عنف كل مره. في الوقت ده بيكون كاو في طريقه لاخوه بعد ما هرب من جزيره الاموات، وبتكون روح البنت الطيبه مخبياه، وبتحاول ان الاشرار ما يمسكوش بيهم، وبتقاوم خوفها انها تتحول لروح شريره. وبتشوف الارواح الشريره الولد البشري مع البنت الطيبه وهتعرض نفسها للعذاب ومفيش امل ليها في راكشاسا، والقلب الطيب في راكشاسا خطأ عظيم. بيظهر الجنرال لو وهو غضبان جدا وبيأمر الاشباح انهم يلاقوا البشري باي شكل. ساعتها بيقول يانشينج للجنرال لو انا شايف اننا نوقف بحث عن البشري، اكيد مش هيقدر يعيش في الظروف دي جوه شارع راكشاسا، اكيد خرج. بيقول للجنرال لو لا يمكن يخرج، ده ما عندهوش قوه، ولا يمكن اخوه يرجع، محدش بيقدر يهرب من جزيره الاموات، لكن ممكن تكون روحه موجوده هنا وهي اللي بتساعده، او ممكن اخوه
يكون مات وروحه هي اللي بتساعده في راكشاسا. في الوقت ده بيلاقيه يوجين وبيعرفه ان هو عايش، وبيأكد لكاو ان اخوه مستخبي في راكشاسا، لكن بيقدر الشبح الشرير من القبض على مجموعة من الأرواح، وواحد منهم بيعترف على مكان البشري. بيوصل الأشباح الأشرار للمكان وبيقبضوا على البنت وشيو، لكن فجأة بيظهر كاو وبيضرب كاو الشبح وبياخد أخوه، وبيتصدى يوجين لباقي الأشباح وبيتغلب عليهم. وبيقول شيو لروح البنت ما تقلقيش أخويا أنقذنا ومحدش هيأذينا، لكن بيتفاجئوا إن البنت بتتحول لروح شريرة وبتهجم عليهم. بتستمر شيا في محاولاتها للوصول مع الروح الحارسة الخاصة بيها، لكن برضه مفيش فايدة وفي شيء مانع الحارس من الظهور. فبيقول لها شيو إن هو خرج علشان يدور على المجرم المطلوب من المجلس. بيظهر كاو وهو بيدور في كل مكان على الهارب، وبيروح لواحد من جنرالات الركوم يوريه صورة الهارب وبيسأله عنه، لكن الجنرال بيقول له ان هو عمره ما شافه وان جيوفو بيدور عليه والافضل ان هو يسيبه الموضوع ده ليه. وبيستمر كاو في البحث، وفي الوقت ده بتراقبه منظمة المملكة وبيقول الشرير انت قد ايه عندك لا مبالاة، ازاي تسيب راكشاسا في وقت زي ده. لكن فجأة بيختفي من على الشاشة وبيمسك كاو الروبوت اللي بيصوره وبيقول له انت بقى اللي بتراقبني وبيدمره. وبيقول كاو تعالى يا جيوفو انا عارف انك هنا. وبيظهر جيوفو بيقول له انت لسه مصمم على انتقامك. فقال له كاو ده قتل ابويا وامي. فقال له جيوفو مش اكيد، المجلس قال كده بس مفيش اي دليل على كلامهم. فقال له كاو يبقى لازم اعرف الحقيقه. لكن جيوفو بيقول له الخطر الحقيقي على شيا لينج. منظمه المملكه خصصت امكانيات عاليه جدا للقبض على شيا لينج، وكمان عندها تقنيات قويه، وانا هحاول اتواصل مع المنظمه بالروبوت بتاعهم. وبينجح جيوفو وبيكلم الشرير اللي في المنظمه اللي بيقول لهم ان هو خدعهم وان هو هدفه الوحيد هي شيا لينج، وان هو دلوقتي هيقدر يمسكها وقدام عينيهم. بيرد كاو وبيقول له اللحظات الخطيره هي اللي بتخرج القوه الحقيقيه، واللي انت بتعمله اكبر غلط وحاليا هتشوف نتيجته حالا. بيضحك الشرير وبيقول لهم هم بيواجهوا خطر اكبر من قدراتهم دلوقتي في راكشاسا، لكن جيوفو بيقول له مفيش بشري يقدر يدخل راكشاسا بدون اذني. وبيقول له الشرير مين قالك ان هو بشري. في الوقت نفسه بيهجم على شيا لينج وشيون عنكبوت جبلي عملاق، وبيحاول شيون ان هو يحمي شيا بكل الطرق، وبيطلب منها انها تدخل البيت حالا. وبيهجم العنكبوت عليهم وشيون بيقول انت بطيئه، وبيهجم باداه بتطلع رعد وبيقول دوق ضربه الرعديه اللي هتموتك موته مؤلمه. لكن العنكبوت مش بيموت وبيهجم بشبكه ضخمه من خيوط الالماس وضربتها قويه جدا، وبيحاول شيون يصدها باداه الرعد، لكن العنكبوت بيضرب شيون وبيرميه بعيد. وبيهجم العنكبوت على شيا لينج بالشبكه وبيمسكها، وبيقول الشرير انتهت المعركه بسرعه انا حصلت على شيا لينج. وبتحاول شيا انها تستدعي الحارس الخاص، لكنها بتقول انا مش حاسه باي قوه روحيه. وساعتها الشرير بيقول الخيوط اللي عليكي بتمنع وصول اي اتصال بيكي مع الحارس الخاص، فما تحاوليش تتواصلي مع قوتك الحقيقيه، انت مجرد مبتدئه ساذجه والحظ انتهى من عندكم. لكن شيو بيستخدم الضربه الرعديه الاقوى وبيدمر كل العناكب الصغيره. بيشوف الشرير كل اللي حصل وبيقول ازاي ده حصل، ازاي عنده حارس خاص. بيرد جيوفو بيقول له انت لازم تعرف ان كل المجلس الروحي عارف ان في اتنين في غرب راكشاسا من الجنرالات محدش بيحب يضايقهم، واحد اسمه الجنرال الناري كاو والتاني اسمه المفجر شيو. اتفاجئ كاو وشيو ويوجين ان البت الطيبه بتتحول لروح شريره، لكن يوجين بيمسكها وبيمنعها انها تاذيهم. فبيصرخ شيو وبيقول له اخويا انت بتعمل ايه، ارجوك ما تاذيهاش دي طيبه، هي اللي اعتنت بيا في غيابك واكلتني وخبتني من الاشرار، انا مش هسمح لك ابدا انك تاذيها وسيبها وامشي. فبيقول له كاو للاسف ما بقاش في حاجه اقدر اعملها، وبيسال يوجين لو هي ممكن ترجع لحالتها الطبيعيه، لكن يوجين بيقول له لا مستحيل ترجع تاني. فبيقول له كاو خلاص انهي معاناتها، لكن شيو بيصرخ فيه وبيقول له سيبها انا مش هسمح لك تاذيها دي طيبه. بيسيبها يوجين وبيقرب منها شيو، لكنها بتهجم على شيو وبتحاول تقتله. فبيمسكها يوجين وبيقول لكاو خلصها من المعاناه، فبيقتلها يوجين وبيصرخ وبيبكي عليها شيو وبيبقى في شده الحزن. بنرجع للجنرال لو اللي بيقول للحارس بتاعه انت اللي هتروح تخلصني من الاخين دول. بيساله يان شينج ايه السبب في تركيزك على الاولاد دي، فبيقول له لازم يعرفوا ان العالم ده مكان قاسي جدا، وان راكشاسا هو المكان المناسب ليا وانا اكتر واحد استحقه. في الوقت ده عمل شيو للبنت تذكار وبيحط عليه ورده وبيبكي من قلبه. وبيغضب شيو على اخوه بيقول له ما تقوليش اخويا تاني، انا بكرهك وبكره يوجين وبكره المضيفين الروحانيين وبكره الحراس الخاص، انتم كلكم السبب في موتها وانا هنتقم منكم كلكم. هو عشان انت اقوى من شيو يبقى ليك الحق ان انت تقتلها، انا هتفوق عليك واهزمك وهبقى اقوى منك من غير روح مضيفه او حارس خاص. بيبكي كاو وبيقول له تعالى نستمر في التدريب ونبقى اقوياء علشان نهزم اعدائنا وننتقم منهم. كل ده ويانشنج الحارس الخاص
الخاص بالجنرال لو بيراقبهم وسابهم يمشوا، وبيرجع للجنرال اللي بيسأله ازاي حارس في قوتك يهربوا منه. فبيقول له يانشينج انا لما وصلت كانوا خرجوا من حدود راكشاسا. بيقول له لو طب انت ما خرجتش وراهم ليه؟ فقال له الحارس اعتقد ان الاخ الاكبر كان كل همه ان هو يخرج اخوه. فبيقول له الجنرال لو بس لو رجعوا انا مش هرحمهم تاني. بيقف الولدين قدام راكشاسا وبيقول شيو انت لازم ترجعني هنا تاني. فبيقول له كاو اكيد لازم نستعيد كل شيء. بيرجعوا الولاد يعيشوا في المأوى اللي تحت الجسر وبيستمروا في التدريب وبيساندوا بعض وبتزيد قوتهم مع الايام، ومش بينسوا وعدهم لبعض على رجوعهم لراكشاسا في. قبل ما نبدأ حكايتنا بقى محدش ينسى يصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومحدش ينسى يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وده الجزء الثاني من حكاية راكشاسا، فلو ما اتفرجتش على الجزء الأول أنصحك تروح تشوف الجزء الأول وهسيب لكم اللينك تحت في التعليقات. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بتبدأ أحداث الحلقة بإن شيا بتكشف إن الحارس اللي ظهر مع شيو روبوت آلي، فبتقول له أنت كنت قوي وشجاع. بيقول لها شيو ما تقلقيش أنا وأخويا هنحميكي. وبيقول لها شيو الآلات مفيدة لكن ليها عيوب كتير، يعني ما تقدرش تقوم بهجوم قوي زي حركة عاصفة البرعام الرعدية إلا مرة واحدة وبعدها بيحصل أعطال كتير. بتقول له شيا مش أحسن من الحارس الخاص بيا اللي بيتجاهلني. بيدخل جيوفو بيرد عليها وبيقول لها لا طبعا، وخصوصا إن الحارس الخاص بيكي ليه قدرات خاصة جدا عشان كده بتسعى ليه المنظمة. وبيقرر الشرير إن هو يروح راكشاسا وبيقول أنا هعملها بنفسي بما إني من أقوى 10 فرسان في المنظمة ومش هسمح بالفشل للمرة التالتة. وفي الوقت ده عند شجرة الباغوضة جيوفو بيشرح لها وبيقول لها إنك لما توصلي الحارس الخاص بيكي هيساعدك في كل أمورك وهيبقى في علاقة بينكم قوية. وبتقول له لما بحاول التواصل معاه بشوف شكل مخيف وحاجات تقيلة حواليه. وبتقول له أنا اتدربت كتير وعملت كل اللي أنت قلت لي عليه بس مفيش فايدة. وكان جيوفو مع شيو وبيقول له شيو أنت بتحاول تعوضنا عن الماضي. بيقول له جيوفو أنا نسيت الماضي وكل اللي شاغل بالي إن ننقذ شيا. بيعلم كاو شيا حركات تساعدها على استجماع قوتها علشان تستدعي الحارس وبتغضب وبتقول له ايه معنى الحركات دي انت بتتريق عليا. بيقول لها ان دي بتساعدك على استجماع قوتك لاستدعاء الحارس وجنرالات قليله جدا اصحاب قوه عاليه هم اللي مش بيستخدموها في الاستدعاء. بيسالها كاو وبيقول لها هو انت اتواصلت معاه لما كانت العربيه هتخبطك؟ قالت له ايوه هو انقذني ساعتها. فبيقول لها انا عرفت دلوقتي هعمل ايه. بيستدعي تشيتشو وبيقول له هاتها وتعالى معايا حالا وبيروح بيها على حدود راكشاسا وبيرميها للأشباح وبيمشي علشان يعرضها للخطر ويجبر الحارس إن هو يظهر. وبتجري وراه شيا وبتقول له أنت هتتسبب في موتي على الفاضي. بيقول له كاو أنا موجود ومسيطر على الوضع وأنت وجيوفو معايا. وفعلا بيهجم الأشباح عليها وبتحاول تدافع عن نفسها لكن بيمسكها الأشباح وساعتها بتحاول الروح الحارسة تظهر لكن في شيء مانعها وبينقذوها. وبيفهموا إن الحارس الخاص ليها متأيد بسلسلة القلب واللي لا يمكن تتفك لوحدها إلا بقوة شيا ومفيش وقت لكده. في بيت الجنرال لو كانت الحفلات مستمرة والتدريب أهملوه تماما والجنرال مرتاح ومتأكد إن هو مسيطر على الوضع. في الوقت ده بيكون في 3 أشباح بيعذبوا روح الراجل العجوز للمتعة فبيظهر شيو وبيضربهم وبيسيب واحد منهم علشان يبلغ له إن الأخين رجعوا تاني. بيروح الشبح للجنرال وبيبلغه فبيغضب الجنرال وبيأمر كل الأشباح إنها تقتله وبيقول للحارس بتاعه لا يمكن يهرب تاني مني. وبيوصل الجنرال لو بيلاقي كل الأشباح ماتت فبيقول الجنرال انت قتلتهم كلهم واضح ان قوتك زادت خلال ال4 سنين دول. بيأمر الجنرال لو حارسه بالهجوم فبيستدعي كاو يهجم بسرعة وبيقول له كاو انت لا يمكن تبقى حاكم راكشاسا. بيرد الجنرال وبيقول له انا معين من مجلس الأرواح وبيقول له كاو انا مش مهتم بمجلس الأرواح راكشاسا ميراث عيلتي. وبتبدأ المعركة بين كاو والجنرال لو. في الوقت نفسه بيروح شيون عند النصب التذكاري لشيو وبيقول لها ان هو رجع تاني علشان وعده ليها. بيخسر الجنرال لو حارسه في المعركة وبيقول له كاو اخرج من راكشاسا. وبيقول الجنرال لحارسه الخاص لا يمكن امشي اللي اعرفه عمري ما هخلي حد يقدر عليا. بيروح الاخين على البيت وبيقفوا عند شجرة الباغوضة المقدسة وبيشوفوا قد ايه حالها اتدهور. وبيقول كاو لاخوه ان كل افراد عيلتي اللي خدمت راكشاسا من اجيال بعيدة اساميها متعلقة على الشجرة وانا هرجع البيت زي ما كان شكله زمان. بيقاطعهم الجنرال لو وبيقول لهم يا اطفال لسه في فرصة تانية في المعركة. بيرد شيو وبيقول له انت ايه اللي جابك تاني. بيقول الجنرال لو الكنز الحقيقي لراكشاسا هو شجرة الباغوضة المقدسة وبيقطع جزء من الشجرة وبياكله. وبيستغرب الاخين من تصرفاته المجنونة لكن بيقول يوجين لا ده عارف سر قوة الشجرة. بتزيد قوة الجنرال بشكل كبير جدا
وبيقول لكاو الشجرة دي فريدة من نوعها، بتستمد قوتها من الطبيعة، وأي مضيف بياكل منها بتضاعف قوته وبيبقى لا يهزم. وبيقول شيو للجنرال لو انت غشاش، وبيقول له الجنرال لازم تعرف ان العالم ده مش عادل، وبيبقى عنده قوة روحية عالية جدا وبتزيد قوته. وبيستدعي الحارس يانشينج اللي بيجي في منتهى القوة وبيهجم عليهم. بيقعد جيوفو وكاو وبيقول له مفيش قدامنا غير حل سريع، إلا إنها تاكل من الشجرة المقدسة. وبيقول له كاو ده لا يمكن يحصل، أنا مش هسمح بكده أبدا. بيقول له جيوفو أنت إيه الحلول الممكنة قدامك حاليا؟ فبيقول له جيوفو أنا قويت حدود شارع ركشاسة ونظامه الدفاعي علشان أوفر وقت أكتر في التدريب. وبتسمع شيا كلامهم وبتسألهم يعني إيه آكل من الشجرة. بيشرح جيوفو لشيا الموضوع وبيقول لها ما تستغربيش إن الشجرة دي مقدسة جدا وليها قوة سحرية مميزة وممكن تديك القوة الكافية لتحرير الحارس. وبتوافق شيا وساعتها بيغضب كاو وبيقول لها إنها دايما عايزة الطريق الأسهل بسبب ضعف إرادتك، وبتخلقي لنفسك الأعذار علشان تهربي من التدريب. لكن بتحاول شيا إنها تدافع عن نفسها لكن بيسيبها ويمشي وهو غضبان. وبيدخل كاو وشيون للبيت وشيون بيقول لأخوه أنت لسه غضبان من الماضي، وإن هو لازم يدي شيا الفرصة، وإن كل شر بيكون قدامه خير، ويمكن شيا تقدر تسيطر على قوة الشجرة. وبيروح جيوفو لشيا لما بيشوفها زعلانة وبتقول له إنها نفسها تنجح بس الموضوع صعب والوقت ضيق ومش بتبقى عارفة سر غضب كاو الدايم ده. لكن جيوفو بيقول لها الموضوع كله قرارها هي وبيسيبها وبيمشي. تقف شيا قدام الشجرة وبتتسلق الشجرة خطوة خطوة، وفي كل خطوة بتفكر في كل اللي مرت بيه من البداية، لكنها على آخر لحظة بتقرر إنها ما تاكلش من الشجرة وبتقرر تتدرب أكتر. وبيكون عيونها مليانة عزيمة وإرادة. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت شديد فبيجروا وبيشوفوا الشرير اللي بيبقى جاي من السماء على شارع ركشاسة ومعاه روبوتات كتيرة جدا وبيقول لهم بسرعة هاتولي البنت. بيهجم ياتشينج عليهم بكل القوة اللي اكتسبها من سيده المخادع، بيطيح بكاو ويوجين لمسافة كبيرة جدا وبيحاول يوجين يتأكد إن سيده كويس. وبيجي الجنرال لو الحارس ياتشينج وبيقول لهم قوتي بقت لا تقهر وانتم لا يمكن تقدروا عليا، وشارع ركشاسة بقى يحكموا قانون الغابة دلوقتي. وبعد قتال بين الطرفين بيستغل يوجين الوضع وبيشيل الأخين وبيهرب بيهم. وكاو بيقول له أنا المهم عندي إن أنقذك وأنا عهدت أبويا وأمي إن أراعيك. في الوقت ده كان الجنرال لو بيقول للحارس بتاعه إحنا لازم نلحقهم، وبيقرر يخلي كل الأشباح تاكل من قوة الشجرة. بيخاف ياتشينج وبيقول لسيده الأمر ده بقى خطير جدا، وبياكل الأشباح من فرع شجرة الباغودة وبيحسوا بالقوة وبيزيد عنفهم. ولما كان الأخين بيحاولوا يخرجوا من الشارع حسوا بخطر كبير جدا، وفجأة بيهجم عليهم كل الأشباح وكانت قوتهم كبيرة جدا وكان هيموت شيون، لكن يوجين أنقذه وقال لهم لازم نخرج حالا الوضع بقى خطير جدا. لكن شيون بيفتكر شيو وبيقول لأخوه أنا مش هخرج من هنا وهقاوم الأشرار. بيحاول كاو يفهمه إن مش ممكن دلوقتي إنهم يبقوا في ركشاسة، لكن شيون بيصمم فبيقول له يوجين لازم تفهم إن سيدي كاو مش جبان، بس إحنا هنموت هنا من غير معنى. بيصرخ في شيون وبيقول له أنت مش أخويا وأنا مش محتاج حد يحميني وهزمكم كلكم، أنت زيك زي الجنرال لو سيء وجبان. بيضرب كاو أخوه بالقلم علشان يفوقه من غضبه وبيشيله بالقوة وبيروحوا للبوابة. وبيفتكر كاو كلامه مع أبوه آخر مرة ووعده إن هيحمي أخوه، وبيرمي أخوه بره البوابة وبيقول له عيش في أمان يا أخي. بيفضل كاو في الشارع وبيقول ليوجين خلينا ننهي الأمر ونستعيد ركشاسة. بتبدأ الروبوتات في الهجوم على الأرواح العادية اللي موجودة في شارع ركشاسة وبتدمر المكان. وبيشوف كاو وأخوه جيوفو وشيا الوضع وبيسأل شيو هم إزاي قدروا يخترقوا حدود ركشاسة من السماء، وبيقول له جيوفو أكيد لقوا ثقب من الشوارع المحيطة بركشاسة. وبيشوف كاو إن الثقب حصل من شارع تشليان، فبيقول له إيه اللي بيعمله الجنرال لو وزود ثقب تاني والهجوم بيزيد. وبيخمن شيون الهجوم التاني وبينصب ليهم فخ، وبتبقى شيا حزينة لأنها مش قادرة تساعدهم. وبيقول لها كاو انت فعلا عديمة النفع إلا إنك مصممة تبقي جنرال لواحد من الريكوم، ورغم وجود سلسلة القلب إلا إنك ما طلبتيش تستدعي الحارس الخاص بيكي، ورغم ضعف جسمك إلا إنك ما توقفتيش عن التدريب يوم واحد، ورغم سوء حظك إلا إني مصممة تغيري مصيرك زي ما أنا حصل لي زمان. وبيقول لهم جيوفو إحنا لازم نكمل الشغل ونبص للسماء ونحمي حدود ركشاسة. وبيقول كاو إن المنظمة استخدمت الثقوب من شوارع الريكوم اللي بتحيط ركشاسة من 4 اتجاهات. فبيقول جيوفو أنا هتحرى عن الموضوع ده ومش هرتاح إلا لما أعرف حقيقة الوضع. فبيقول شيون لازم كل أتباع المنظمة يعرفوا إن الهجوم ده ما أثرش على قوة شارع ركشاسة. وبيقول لهم شيون إن في ثقب رابع أكيد. بتصرخ شيا فيه وبتقول له اسكت عن تنبؤاتك دي، وفعلا بيفتح ثقب رابع
وبيشوفوا جيوفو وهو في الطريق، وبيقول فعلا احنا في ورطة كبيرة، وبيخرج من كل ثقب طاقة روحية عظيمة بتتحدد مع بعض فوق شيا، لكن بينقذها كاو وبينزل منها وحش ضخم جدا وليه 3 رؤوس، وبيقول تشوتشو لسيده الوحش ده صاحب قوة نفسية عالية جدا، فبيرد كاو وبيقول له دلوقتي هنبدأ المعركة الحقيقية. بيخرج كاو اخوه من راكشاسا وبيهجم هو ويوجين على الاشباح الاشرار اللي اكلوا من الشجرة، وبيصرخ شيون بره حدود راكشاسا وبيقول له دخلني ارجوك، ليه سبتني لوحدي؟ وللاسف مش بيقدر يدخل بسبب ان هو ما عندوش مضيف روحي، وفضل يعيط ويصرخ على حدود بوابة شارع راكشاسا. في الوقت ده كان كاو ويوجين مستمرين في قتالهم مع الاشباح، لكن بينهزم كاو وبياخدوه الاشباح عند جنرال لو اللي بيضرب كاو وبينتقم منه، لكن الشبح الشرير بيقول له انهم ما قدروش يمسكوا الاخ الاصغر، لكن اكيد هيقدروا يمسكوه بكره. لكن الجنرال بيغضب وبيقتل الشبح قدام باقي الاشباح اللي بتبقى خايفه جدا منه، فبيقول الجنرال لو وبيسال كاو فين اخوك وانا هخليك تشوفه لاخر مره، لكن ياتشنج بيقول لسيده انا اتم الامر بدلا منك يا سيدي، وبيضرب كاو وبيقول ياتشنج الكاو انت هربت من راكشاسا انت واخوك. بيرد كاو وبيقول له لاني وعدت والدي ان احمي بيتي وراكشاسا واخي. بيغضب الجنرال لو وبيقول له باباك ومامتك قلت لك انهم ماتوا وراكشاسا ما بقاش زي زمان. وفهم الجنرال لو ان شيون بره شارع راكشاسا وبعت الاشباح تجيبه رغم تحذير حارسه الخاص من خروج الاشباح لعالم البشر. بيخرج الاشباح لعالم البشر وبيحس شيون بوجود اشباح بيضربوه، لكنه بيستغلهم وبيقدر يدخل تاني لراكشاسا، وبيقاوم الاشباح في طريقه لبيت الجنرال، لكن في الوقت نفسه بيفقد كاو وعيه من كتر الضرب. وبيقول ياتشنج للجنرال لو انت علمتهم درس قوي، ليه مصمم على قتلهم؟ وبيقول له الجنرال لو ليه حسك ان انت متعاطف معاهم؟ وبيقول له لا يا سيدي، لكن حاسس بالشفقة عليهم، دول مجرد اطفال. فبيقول له الجنرال لو اعتقد انك لازم تفتكر الاوقات اللي محدش شفق علينا فيها. وبيتفاجئوا بشيء داخل عليهم وفي ايده واحد من الاشباح ضربه بقوة وبيرميه قدامه، فبيقول له الجنرال انت ولد ملعون، انت ازاي قدرت تعمل كده؟ وبيشوفه كاو وهو على الارض وبيقول له اخويا، فبيقول له شيون اياك انك تستسلم او تتهزم قبل ما اهزمك الاول. بتسال شيا كاو ازاي قدر وحش عملاق زي ده يدخل لراكشاسا، بيقول لها كاو بس مش مستحيل اختراقها. وبيقول شيون رغم قوه الوحش ده بس الامر هيكون اسهل. بتقول شيا ازاي الاول كانوا مجرد روبوتات وده وحش عملاق. كاو بيقول لها من الغباء ان الواحد يهجم بنفسه على نفس المكان اكتر من مره، اكيد في عقل مدبر هو اللي بيتحكم فيهم. بيقول كاو يلا يا تشوتشو ده وقت مناسب علشان نتصرف. وكان مجلس الارواح بيراقبوا كل اللي بيحصل في شارع راكشاسا والدمار اللي فيه، وبيتكلموا مع بعض ان الفوضى دي خطر وان هي من فعل المنظمه. بيكون الوحش بيدمر شارع راكشاسا وبيقتل الارواح اللي فيه والارواح بتهرب، وكان الوحش في نفس الوقت ده هيقتل كاو لكن تشوتشو لحقه. ومن كتر رعب الارواح من الوحش العملاق اللي ماشي في شوارع راكشاسا بدات الارواح تتحول لارواح شريره بشكل سريع وتهاجم باقي الارواح. وبيلاحظ كاو كل ده وبيقول انا لازم اتخلص من الوحش ده قبل ما يدمر كل الارواح، وبيفتح ثقب المكان بعيد وبيتنقل مع الوحش لمكان تاني. في الجهه التانيه شيون وشيو بيظهر ليهم راجل شكله مزعج وبيقول لهم انا هيل كيب المسؤول التنفيذي لمنظمه المملكه والفارس التاسع فيها. وبيقول لشيا ازيك يا شيا، اخيرا اتقابلنا، انا عايزك من زمان وانا مش جاي علشان اشوفك، بصراحه انا جاي علشان اقبض عليكي. بس الغريب ان واحده ما عندهاش اي قوه نفسيه تماما بتملك حارس خاص بالقوه دي. الموضوع ده كلفني كتير جدا لدرجه ان اقتحمت 5 شوارع من الريكوم علشان اوصل لراكشاسا. بيهجم شيون على الراجل الغريب ده وبيحاول يحمي شيا، وبيقول له شيون مش هتقدر تقرب منها وانت امشي حالا. فبيقول له هيل كيب ده كلام كبير من طفل صغير، ورغم ان اخوك افضل منك الا اني مش بهتم بجنرالات الريكوم، حتى ان دمرتهم كلهم وخصوصا الجنرال زوتشينج جنرال شارع تشليان اللي كان ضعيف جدا لدرجه ان مرضتش اقتله وسبته من كتر بؤسه. كل ده ومجلس الارواح بيراقب وبيسمع اللي بيحصل في راكشاسا، وبيقولوا احنا المره دي عرفنا بنتعامل مع مين والغرض اللي عايزينه. فبيقول واحد من المجلس تاني شارع راكشاسا وتاني عيلة كاو. واحد تاني من المجلس بيقول بس احنا مش قادرين نتواصل معاه من فتره، حتى اننا ما سمعناش اسمه من اكتر من 3 شهور. فبيقول كبير المجلس رغم كل الاحداث اللي في شوارع الريكوم بس ما جاش منه اي تقارير، وبالرغم من الشيء اللي بيخطط له لو كان اتمرد علينا انا همسحه بنفسي. في الوقت ده جيوفو وصل لشارع تشليان ولقى اعتداء عليه بشكل كبير ومتدمر تماما والجنرال زوتشينج واقع. فبيقول له ايه اللي حصل هنا؟ بيقول له زوتشينج منظمه المملكه هجمت على الشارع وقتلت الكل، الحق راكشاسا هم زمانهم وصلوا ليه ولازم تبلغ مجلس الارواح علشان محدش هيقدر
يقدر يوقف المنظمة دي. بيضحك جيوفو ومهتمش باللي سمعه وبيستغرب زوتشنج من تصرفاته الغريبة وبيقول له ساعدني يا جيوفو أرجوك، لكن جيوفو مش بيساعده. في مكان تاني مستمر القتال بين كاو والوحش وبيحاول يقضي عليه. بيستدعي شيون حارسه الآلي ليويو قدام هيل كيب، فبيقول له هيل كيب أكيد مش هتقدر تكرر هجوم العاصفة الرعدية تاني لأنك استخدمتها في بداية الهجوم، ومادام كده يبقى مفيش حاجة هتقدر تعملها قدامي، ولازم تعرف إننا في العصر اللي بيحكم فيه منظمة المملكة. وفي بيت الجنرال لو بيدخل شيون وبيقول لأخوه قوم ما تلعبش دور الميت، لا يمكن تموت قبل ما أهزمك. وبيقول له الجنرال لو أنت فاكر إنك قدرت تيجي هنا علشان أنت قوي؟ ده أنا اللي سمحت ليك بالوصول لهنا علشان أستمتع بقتالك. فبيقول له أنا رجعت هنا علشان أكمل انتقامي من المضيفين الروحانيين. وبيهجم شيون على الجنرال لكنه مش بيقدر عليه، وبيقول للجنرال شفت بقى أنت مجرد بشري ما تتغرش، ودي هتبقى نهايتك. وبيضربه يوقعه جنب كاو، وبيحاول كاو يتأكد إن هو بخير. بيقف شيون تاني قدام الجنرال لو وبيقول له أنت فاكر نفسك مميز لأن عندك حارس خاص، ورغم كده مش بتستخدموا الميزة دي إلا في أذية الآخرين. أنا هتخلص من كل المضيفين الروحانيين هنا. وبيهجم الأخين على لو وبيوجه شيون لكمة قوية ليه، وبيقول له واضح إن فرع الباغودة مش كفاية لمساعدتك. فبيخرج منه قوة بتوقع كاو وبيمسك الجنرال لو شيون وبيقول له أنا هديك الفرصة إنك تقتل مضيف روحي. وبيقول له أخوك أهو اللي أنت عايز تهزمه قدامك. في الركوم أي بشري بيدخل بنمحي ذكرياته باستخدام القوة النفسية، وأنا هعمل كده فيك وهخليك تخلص على أخوك وتحقق انتقامك، ومش هخلي جواك غير مشاعر الكراهية ليه. بينادي كاو على يوجين لكن بيتصدى ليه ياتشينج وبيقول له استسلم، الأمر ده خارج إرادتنا كحراس. وبيمحي الجنرال ذكريات شيون. فبيقف كاو قدام أخوه لكن شيون بيقول له أنت مين؟ وبيقول الجنرال لشيون ده عدوك اللدود وبيديه خنجر، وبيقول له اقتله واستمتع للكراهية اللي في قلبك ليه. وبيفضل شيون يهجم على أخوه كاو وبيحاول يهرب منه ومش عاوز يأذيه أبدا، لكن الجنرال بيأمر ياتشينغ إن هو يقتل يوجين. وبيحذر ياتشينغ يوجين لكن يوجين مش بيقف، وبيقول له أنا عاجبني وفائك لكن اخترت السيد الغلط. وبيقول له ياتشينغ أنا حارس عائلة لو ولازم أتبع الأوامر. فبيرد يوجين عليه وبيقول له وأنا بحمي عيلة كاو من أجيال. وبيضرب ياتشينغ سهم ورا التاني على يوجين لغاية ما بيوقعه على الأرض. وبيبص لكاو وبيقول له يا سيدي دي كانت غلطتي. وبيقع كاو قدام أخوه وبيوجه شيون الخنجر لأخوه لكنه بيقف ومش بيطعنه. فبيصرخ فيه الجنرال وبيقول له استجيب لكرهك واقتله. وبيقول له أيوة بكرهه بس ليه ببكي. وبيبص لأخوه وهو بيعيط. بيستمر كاو وتشوتشو في محاولتهم للتخلص من الوحش صاحب الثلاث أرقص، لكن كل المحاولات فشلت. وفي نفس الوقت ده في راكشاسا كان شيون بيدافع عن شيا قصاد هيل كيب مسؤول المنظمة، ولكن هيل كيب كان قوي جدا بالنسبة لشيون ومش قادر يوقفه. فبيقول لشيا أرجوكي حاولي تحمي نفسك لغاية ما الاقي طريقة أتخلص بيها منه. وفي البعد التاني كاو وتشوتشو بيقاوم الوحش، وبيقول تشوتشو يا سيدي هو ازاي بيعرف مكاننا وهجومنا وهو ما عندهوش عين. وبيقول له كاو ان هو عنده حاسة شم وسمع قوية جدا هي اللي بيستخدمها في تحديد مكاننا، وانا هفتح اكتر من بعد في الفضاء نخليه ما يقدرش يحدد مكاننا وساعتها نهاجمه. لكن بيلاقوا ان كل الجروح اللي في الوحش بتشفى تاني لوحدها. وبيقول كاو لتشوتشو واضح ان ده مش وحش، ده حارس خاص لواحد من المضيفين الروحانيين، ولو استمرينا في ضربه مش هيأثر فيه حاجة، واحنا لازم نلاقي المضيف الروحي ونقتله علشان نتخلص من الحارس ده. وفي راكشاسا بيستمر الصراع بين شيون وهيل كيب، وبيطلب منها شيون انها تاكل من الشجرة، وبتاكل جزء من شجرة الباغودة المقدسة، وبتحصل المفاجأة بيخرج منها قوة نفسية عظيمة جدا ونور كبير بيلفت كل نظر الأرواح اللي في راكشاسا. وفجأة بتقع شيا وشيون وحتى الفارس هيل كيب، وبيظهر الحارس الخاص بيها، لكن شيون بيقول لها الحارس الخاص بيكي مش مستقر تماما وحاولي تسيطري عليه. بتقول له شيا ده شرس جدا يمكن لانه حبيس السلسله لفتره طويله وانا مش هقدر اسيطر عليه. بيقول لها شيون حاولي ده بيخرج منه قوه سماويه قويه جدا هيدمر بيها الشجره المقدسه، لكن بيجي شيء يزعج الحارس وبيخليه يدمر الشجره، وبيخرج من مكان الشجره قوه بتمتص كل شيء حواليها، وكل الارواح بتنجذب داخل البوابه. وبتقول شيا ايه اللي بيحصل وحد يفهمني؟ القوه دي بتجذب كل الارواح وكل
كل شيء هنا ازاي؟ بيقول لها الفارس الكيب الشجرة دي كانت الحاجز بين عالم الأشباح والريكوم، وبما إنها اتدمرت هتمتص كل شيء حواليها وتنقله لعالم الأشباح مباشر، ولو أنت عايزة تعيشي يبقى لازم تيجي معايا حالا. بترفض شيا وبتروح تنقذ شيون اللي بتكتشف ساعتها إن هو روح، وبيجي جيوفو في الوقت ده بيشوف كل ده وبيقول رغم إنهم خلفوا المخطط بس وصلنا للنتيجة المطلوبة، وبنلاقي اللي وجه قوة الحارس للشجرة كان جيوفو، وبتكون في ذكرى لشيون مع يوجين وهما في عالم البشر، وهو بيسأله ايه الصندوق اللي انت شايله دايما معاك ده، وبيقول له يوجين ده صولجان لأكبر قوة بس مختوم. بيقول له شيون طب ليه مش بتديه لأخويا؟ بيقول له الصولجان ده علشان تنطلق منه القوة لازم تضحية بحياته، والقوة دي ممكن تكون لعنة. بنرجع بالمشهد لشيون وهو موجه الخنجر لأخوه وبيبكي، وبيقول له قلبي رافض ان هو يقتلك مع اني حاسس بالكره ليك، بس جسمي مش مطوعني على قتلك. فبيقول له كاو علشان انا اخوك، لكن الفترة اللي كنت فيها في جزيرة الاموات والمأساة اللي مريت بيها وموت شيو هي اللي خلتك تكرهني. بيقول له شيون بس انا مش فاكر اي حاجة من اللي انت قلتها، في جوايا ظلام وفراغ بس في شخص جوايا بيبكي وبيصرخ ومش عاوز يفقدك. وبيقول له كاو لاننا اخوة وفي حب بينا. وبترجع الذاكرة لشيون وبيقول له انت اخويا فعلا، لكن بيخدع الجنرال لو شيون وبيدفع ايده وبيدخل الخنجر في قلب كاو، وبيقع كاو على ايد اخوه وبيقول له سامحني ان ما قدرتش احميك رغم كل محاولاتي انك تكون في امان وعيش الحياة بقوة وما تبكيش، ولو عندي فرصة تانية للحياة احب اكون مع اخويا اللي حبني ودايما ما كرهنيش. وبيموت كاو وبيصرخ شيون من شدة حزنه على اخوه، وبيفضل يقول ان هو بيحبه وعمره ما كرهه، لكن صراخ شيون كان شديد جدا من ألم فراق اخوه. في الوقت ده السما بيبقى فيها رعد ولفت نظر ياتشنج جدا، ولما حاول الجنرال لو يضرب شيون خرج منه قوة نفسية قوية جدا، رمت الجنرال لو بعيد ومسك ياتشنج سيده وسأله ايه القوة دي، وبيقول له القوة دي جت منين والولد ده مش مضيف روحاني ده شخص عادي. رد ياتشنج وقال لي سيده احب اوضح لك ان الولد ده مش مضيف روحاني عادي. وبيقول له الجنرال لو يعني ايه؟ بيرد يوجين وبيقول له الولد ده نادر للغاية وعنده جسم محارب وورث دم عظيم. وبيسأل الجنرال لو وبيقول له يعني ايه جسد المحارب ده؟ بيوضح له ياتشنج وبيقول له كل مضيف روحاني بيكون عنده حارس واحد في كل أسطورة عند شخص بيمتلك جسد المحارب، وبيكون عنده أكتر من حارس خاص إذا كانت القوة النفسية ليه قوية جدا. وبيقول له يوجين أنا هضحي بنفسي علشان أحقق لسيدي طلبه إني أحمي أخوه وهقدم له خدمة أخيرة ويبقى كده أنجزت المهمة وهبعتك للجحيم يا حقير. وبيفتح يوجين الصندوق اللي كان دايما شايله وبيخرج منه صولجان متغطي ومختوم، وبيشيع منه قوة نفسية هائلة جدا، وبيقول أنا يوجين بضحي بكل قوتي لفتح ختم المقدس كاو. بتتحرر القوة اللي في الصولجان وبيقول يوجين برحب بقوة الحارس ومع احترامي لجميع الجنرالات. جنرالات كتير بتتحرر وبيظهر الأرواح الحارسة، وبيقولوا ليوجين ما كانش عندنا توقع إن أنت اللي اتحررنا، ولأنك فتحت الختم مقابل حياتك يبقى أنت أكيد لقيت ورث عيلة كاو. وبيقول يوجين أيوة للورد الشاب ده هو سليل عيلة كاو الوحيد اللي بيمتلك جسد محارب. في الوقت ده بيظهر حارس عظيم وعملاق والحارس الخاص لتوشوتشو، وبيقول توشوتشو الولد ده من نسل المستشار كاو وأنا هتبعه وهبقى الحارس الخاص الأول ليه. أرواح باقي الجنرالات اللي كانوا في الصولجان بيقولوا لتوشوتشو قرارك متسرع للغاية، حتى لو كان من نسل كاو احنا مش هنتبعه إلا لو كان ورث طموح المستشار الوزير الأعظم. يوجين بيأكد للجنرالات إن هو حارس عظيم وهيعمل فرق كبير في المستقبل، وبيقع يوجين وبيقول ما عنديش قوة قتالية تاني، أتوسل إليك يا تشوتشو إنك تحمي أحفاد كاو العظيم ودلوقتي أموت بلا ندم يا سيدي. وبيقول تشوتشو ليوجين أنت ضحيت بنفسك في سبيل حماية سليل كاو وأنا هستمر في ده. وبتقول باقي أرواح الجنرالات ما بقاش في طريق تاني غير إننا نتبع الولد ده، لكن لو هو خيب ظننا وما كانش حكيم إحنا اللي هنخلص عليه بنفسنا. وبتدخل قوة النفسية للجنرالات في قوة جسد شيون، بيسيب شيون جسم كاو على الأرض وبيستلم الصولجان، وبيهجم ياتشنج على تشيتشو لكن تشيتشو بيمسكه من رقبته وبيروح شيون للجنرال لو، وشيون بيضرب الجنرال لو بكل قوته. بيشوف كل جنرالات الركوم الشعاع اللي خارج من شارع راكشاسا ومتجه للسماء، وبيقولوا كل الجنرالات اللي في الشوارع التانية إن في تغيرات هتحصل كتير في شارع راكشاسا. ومجلس الأرواح بيقول إن تدمير شجرة الباغوضة هيخلينا نفتح قاعة الأبطال من تاني. في الوقت ده كل الأرواح بتنجذب للشعاع اللي خارج من مكان الشجرة، وبتحاول شيا لينج إنها تمسك شيون وتنقذه. وفي البعد التاني تشوتشو وكاو بيدوروا على وسيلة للتخلص من الروح
الخاصة، وبيقول له تشوتشو يخرج نار خلينا نواجهه وبيحاوطوا الوحش، لكن كاو بيلاحظ ظهور شعاع القوة وبيختفي الوحش في ثقب، وبيقول كاو يا ترى ايه اللي بيحصل في راكشاسا، انا لازم ارجع. وبيستمر الحارس الخاص بشيا في الفوضى والهجوم على كل شيء حواليه، فبيشوف هيل كيب الهالة بتاع الحارس، وفي الوقت ده شيا لينج ماسكة شيون بكل قوته، لكن الفارس الداني بيوقعها علشان تسيب شيون. في الوقت ده كان كاو بيتنقل من فتحة للتانية، لكن بسبب الطوق اللي في الفضاء كان صعب عليه الرجوع لراكشاسا بسهولة، لكنه وصل لمكان غير متوقع ولقى فيه العراف جيوفو، وبيقول له كاو انت مستخبي هنا، وراكشاسا واقعة في الفوضى لكنه بيلاقيه ميت، وبيقول كاو واضح انك ميت من اكتر من 3 شهور، بس مين الشخص اللي متنكر في شكلك؟ وبيفكر كاو وبيخمن وبيقول اكيد الشخص ده الهارب، وبيلاقي رسالة كاتبها جيوفو قبل ما يموت موجهة لمجلس الارواح، وبيقول فيها ان الشخص المبعوث تمت محاصرته واتعرض لجروح شديدة، وانا ما اعتقدش ان هنجا من الحصار، وبنبه مجلس الارواح والعالم ان المنظمة مش القوة الوحيدة، في قوة تانية ظهرت وبقى في مواجهة ثلاثية وشبح العالم هيجي قريب. اما في راكشاسا بيستخدم هيل كيب قوته وبيفرق بين شيا وشيون، لكن بيظهر كاو وبيمسك اخوه وبينقذه وبيقول له لا يمكن تموت تاني، وبيسأل كاو اخوه ايه اللي حصل هنا، وبيقول له شيون ان هيل كيب اتسبب في فوضى، وانا قلت لشيا انها تاكل من الشجرة علشان تخرج الحارس، لكن الحارس كان غضبان ودمر كل حاجة. وبيروح كاو لهيل كيب، لكن هيل بيقول له اخيرا رجعت. بيرد كاو وبيقول له انا سيد المنظمة ومش مسموح لك بوجودك هنا، وبيقول له هيل كيب انا هوريك القوة الحقيقية والحارس للمضيفين رفيع المستوى، وبيجي نفس الوحش وبيندمج هيل كيب معاه في شكل مخيف، وبتبدأ المعركة بين كاو وهيل كيب. وطبعا في وجود الفوضى اللي مسببها الحارس الخاص لشيا بيأمر كاو تشوتشو ان هو يسيطر عليه ويسيب امر هيل كيب ليه. بيوجه هيل كيب ضربات عنيفة لكاو وبيعتقد ان هو اتغلب عليه، لكن بيتفاجئ بصمود كاو وان هو معاه صولجان جسد المحارب، وبيقول له هيل كيب انت جسد المحارب الاسطوري، انا ما كنتش اعرف. فبيقول له كاو انت فاكر انك تعرف كل حاجة؟ طيب سمعت عن الوحش القديم؟ وبيظهر حارس ضخم جدا وبيقول لهيل كيب ما تخافش، انا عارف انك مش هتقدر تواجهه، انا عايزه الامر تاني. وبيروح الوحش القديم لمساعدة تشوتشو في السيطرة على الحارس الخاص بشيا، وبيستمر القتال بين كاو وهيل كيب، لكن هجوم الحارس الخاص لشيا بيوصل لكاو وبيشتته، فبيستغل هيل كيب الفرصة وكان هيقتل كاو، لكنه بيلاقي الوحش القديم العملاق بيمسكه وبيضربه بقوة لدرجة ان هو فصله عن الروح الخاصة بيه. علشان ينجي نفسه من قوة الضربة قال له الوحش القديم انت شخص جبان جدا لما تتخلى عن الحارس الخاص بيك علشان تنجى. وبيقول له كاو سيبه يديا وانا هتصرف معاه، انت هتمشي حالا، واحب اعرفك قبل ما تمشي انا جسد المحارب وبمتلك 7 حراس شخصيين. بيهرب هيل كيب وبيقول له ان المعركة لسه ما انتهتش، منظمة المملكة عمرها ما استسلمت او قبلت الهزيمة. بترفض شيا ان هيل كيب يهرب، ولكن كاو بيقول لها ان استدعاء 2 من الحراس في وقت واحد شيء مرهق، بالاضافة ان لازم اتعامل مع صديقك المزعج ده، وكمان لازم ان اكمل مطاردة واحد خطير. شيون بيقول لاخوه ان كل حاجة هتخرج عن السيطرة لو استمرينا كده، لازم تسيطر على الحارس الخاص بشيا. وبيظهر في الوقت ده الراجل المتنكر في شكل جيوفو قدام كاو، وبيستدعي حارس قوي جدا وبيقفل الفتحة اللي بتمتص كل الارواح اللي موجودة في راكشاسا وبينقذ الوضع. وبيقول لهم كاو ده مش جيوفو، واعتقد ان انت اللي قتلت جيوفو. وبيقول له جيوفو المزيف انت اكتشفت حقيقتي، بس انا حققت الغرض اللي كنت عايزه، وهو تدمير شجرة البغودة، ودي شجرة سماوية ولازم تتدمر بقوة سماوية، والقوة دي كان بيمتلكها الحارس الخاص بشيا لينج. وبيقول له كمان لازم تعرف ان العالم اللي تعرفه عالم صغير جدا، ولكن العالم مليان اعداء تانيين. بيقول لها جيوفو ما تبقيش قاسية على نفسك، شجرة البغودة ممكن ترجع تاني حسب الأسطورة، بنجمع جذورها مع ثمرة شجرة الخوخ التيني وأوراق شجرة الذرة الإمبراطوري، وأنصحك إنك تزوري باقي شوارع الريكوم. بتقول له ده هياخد سنين طويلة جدا. بيقول لها ده أمر لا يعنيني، أنا لازم أمشي دلوقتي. بيقول له كاو أنت فاكر إنك ممكن تهرب مني دلوقتي؟ بيقول له جيوفو أنت مش مضطر إنك تستدعي حارس تنين، بالإضافة إنك لازم تتصرف مع الحارس المعقد ده. في الوقت ده بيصرخ الحارس وبينتهي من غضبه وبيخرج منه طاقة غريبة وبيفقد وعيه، وبيقول جيوفو المزيف لكاو تقدر تستريح دلوقتي، انتم عارفين ايه اللي في القارورة دي؟ ده نسيم طرد الأرواح الشريرة، وده تجسيد سماوي للخير والشر في نفس الوقت، وبيتعمل منه إكسير إحياء الموتى. وبيقع كاو من شدة الإرهاق. بتنادي شيا لينج على حارسها فبيقوم وبيبص لها وبيقول لها انت شبهها جدا، ما كنتش اتخيل اليوم ده يجي. بيقول لها كاو الإكسير، فبتطلب من
الحارس بتاعها الإكسير علشان شيون، لكن الحارس بيقول لها بعتذر الإكسير قدمته لشخص تاني من سنين. فبيقول جيوفو المزيف انت تنازلت عن الإكسير اللي بتعمله خلال 1000 سنة من المجهود، انت كمان واضح ان ليك قصص خاصة. وبيمشي بيحزن كاو وبيقول لها شيون مفيش مشكلة مادام مفيش إكسير، يبقى المنظمة مش هتطردك تاني وتقدري ترجعي لعالم البشر وتعيشي حياة طبيعية. لكن شيا بتقول لهم انا لازم اصلح شجرة الباغوضة اللي دمرها الحارس بتاعي، لاني مش ههرب من مسؤوليتي وبعتذر لكم عن كل المتاعب اللي عملتها من ساعة ما دخلت راكشاسا. فبيقول الحارس الخاص بيها وانا رغم اني مش فاكر اللي حصل لكن هخدمكم وهحميكي في اي وقت واي مكان. بيرفض كاو ان شيا تصلح الشجرة، لكن اخوه بيقول له الافضل انك تروح مع شيا تزور باقي شوارع الريكوم وانا هحصلها، وانا اروح مش هقدر اخرج من راكشاسا. فبيقول له كاو انا لازم احمي شارع راكشاسا. بيرد عليه اخوه بيقول له راكشاسا دي مسؤوليتي مش مسؤوليتك انت. وبيفتكر لما كان الجنرال لو في بيتهم وازاي بقى شيون الصغير مضيف روحي وجسد محارب بعد موت كاو وهو صغير، وشيون كان بيهجم بقوة جسد المحارب على الجنرال لو وبيضربه بكل قوته وبيدمر به المكان، حتى ان الجنرال لو خرج كل الارواح الشريرة على شيون علشان يتخلص منه، لكن الارواح هجمت عليهم هما الاتنين ودمروا البيت، لكن الحراس الخاصة بيهم حمتهم. ومسك يانشينج سيده الجنرال لو وجري بيه علشان ينقذه، لكن الجنرال لو بيقول له لازم نكمل، لكن يانشينج بيقول له احنا خسرنا المعركة ولازم انقذك. بس الحارس توشوتشو قدر يلاقيهم، والجنرال لو امر ياتشينج ان هو يواجه توشوتشو رغم ان هو مش ندى ليه. في الوقت ده كل اللي في راكشاسا اتحول لارواح شريرة، وكان شيون بيدمر كل اللي بيظهر في طريقه. وفي نفس الوقت ده ضرب توشوتشو ياتشينج بقوة وقال له لو ما وقفتش القوة النفسية ليك هتخلص وهتموت. لكن الجنرال لو بيأمر ياتشينج ان هو يكمل، لكن الاشباح لما شافت ضعف لو هجمت عليه، لكن ياتشينج استخدم كل اللي باقي من قوته علشان ينقذ سيده ووقع ومات. وتشوتشو قال للجنرال انت سيء وحقير انك تضحي بحارسك الخاص بالشكل ده. والجنرال لو فقد عقله تماما لما ادرك ان هو فقد الحارس الخاص بيه، وبيخرج من جيبه قلادة الجنرال وكان هيقتل تشوتشو، لكن شيون قال له اخطائه اكبر من قتله واكبر من انها يتم علاجها بحياة واحد رماه بلا قوة في عالم البشر. ولما خرج وبدأ يقول قدام الناس انا حاكم راكشاسا انتوا ازاي ماشيين قدامي كده، الناس قالت عليه مجنون وضربوه وبقى ذليل وانتهى في عالم البشر. بيرجع بينا المشهد تاني للاخين وهما فوق البيت، وبيقول شيون لاخوه انت لسه بتلومني؟ انا بلوم العالم الظالم واكتشفت من اللي حصل انك علشان تبقى قوي لازم تكون قاسي. بتتفاجئ شيا من شيون ان الرحلة هتبقى على رجليها وان مفيش وسيلة تانية علشان يتحركوا بين شوارع الريكوم، وان السفر من عالم البشر مش اكيد بسبب الطوق اللي في الفضاء. بتشوف شيا هدوم كاو وبتقول له ايه اللي انت لابسه ده؟ بيقول لها كاو دي هدوم ليها قوة نفسية لحمايتنا، وبتطلب من حارسها ان هو يعمل هدوم زيه. وبيقول كاو لاخوه ان هو هيروح يشوف العالم زي ما قال جيوفو المزيف. فرد اخوه الاصغر وقال له هبقى في انتظاركم دايما. وبيرجع بينا المشهد للماضي لما فضل شيون في مكانه في بيتهم اللي اتهدم فوق التلة 7 ايام وليالي، ووقتها كان مجلس الارواح بيراقب الولد اللي حصل على جسم المحارب وبيقول نقدم ليه صفقة لتعويضه. وبيروح ليه جيوفو وبيقول له انا جاي من مجلس الارواح اعرض عليك عرض. فبيقول له شيون ايه هو؟ فبيقول له روح اخوك كاو. بيجري شيون الصغير على اخوه وبيبكي وبيقول له ان هو حزين على فراقه، لكن كانت الصفقة الاتنين هيبدلوا الاماكن، وروح كاو تفضل في راكشاسا تحميها وشيون يروح جزيرة الاموات يتدرب، واول ما يبقى جنرال يرجع تاني جنرال وتفضل عيلة كاو هي اللي تحكم راكشاسا. وبيوافق الاخين. بنرجع تاني لكاو اللي كان مستعد لرحلته مع شيا، وبيقف قدام اخوه وبيديله قلادة الجنرال لو، لكن شيون بيقول له ان قواعد رجال الشرطة بتمنعني من لبسها علشان انا اروح. بيقول له كاو حتى لو كده انا بعينك القائد العام للشارع في غيابي، وده كان حلمك من زمان. وبيودعه للمرة التانية وبيمشي مع شيا، لكن الاخين بيفتكروا لحظة فراقهم لما كانوا صغيرين. وكاو بيودع اخوه شيون لاول مرة لما كان مع جيوفو، ورجع شيون لحضن اخوه اللي بيطمنه وبيقول له انا هفضل مستنيك هنا. وبيبصوا لبعض وبيفتكروا ذكرياتهم وسرهم الكبير. ولما رجع شيون باسم كاو جنرال شارع راكشاسا وقف الاخين قدام بعض، وكان كاو لسه صغير لكن شيون كبر وبقى شاب. وقال كاو انت بقيت اطول مني خلاص، انت بقيت كاو الاكبر وانا اخوك الاصغر من دلوقتي. وبيمشي كاو مع شيا لرحلتهم وبيقابل هيل كيب وفارس المنظمة جيوفو المزيف وهو خارج من شوارع
شوارع الريكوم، وبيكتشف شخصيته قدامه وبيبان وشه الحقيقي، وبيستدعي حارس عظيم وبيقضي على هيل كيب وحارسه الخاص. في الوقت ده بتسأل شيا كاو عن شكل الهارب الحقيقي واللي اتنكر في شخصية جيوفو وليه بيطارده. قال لها لأن الشخص ده قتل أبويا وأمي وليه مضيف روحي بقوة مقدسة، وقال لها إن ليه عيون حمراء متوحشة وجروح وعلامات عند فمه، وكان أعظم جنرال في الماضي حسب الأسطورة، بس هو مطلوب كمجرم حاليا واسمه إنجفلون غدو. وفي النهاية بيتجمع إنجفلون غدو بمجموعة خاصة بيه، وواحد من اللي موجودين بيقول له إن الشرطة لقت جثة جيوفو وإيه العمل. بيرد وبيقول له خلاص إحنا انتهينا من جيوفو وحققنا هدفنا، لكن واحد منهم بيقول له يا سيدي إيه اللي هيحصل لو كاو رفض خدمتك؟ بيقول له لسه معرفش، اللعبة لسه هتبدأ وكاو لسه ما استخدمش القوة الحقيقية لجسد المحارب، وكمان لسه معرفناش إذا كان ليه نقطة ضعف ولا لأ. بيقول له واحد تقصد البنت؟ فقال له لأ، وبيقول له ممكن يطلع عديم الرحمة وهستخدم كل قوتي في تدميره في المستقبل، لكن أنا مستنيه لما يكبر أكتر، ولازم تعرف إن الفوضى جاية والأبطال هيظهروا ورا بعض، وكلنا لينا ماضي وفي مننا الملك ومننا الوحيد والمنبوذ، ولو ما اخترتش طريقك دلوقتي مش هتعرف نهايتك هتبقى ايه وهتروح فين وهتقابل مين، ودي أمور مليانة بالشكوك. ولو وصلت لحد هنا دي بتكون نهاية قصتنا، ومحدش ينسى يصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومحدش ينسى برضه يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصل لكم